من دونه آلهة أن يرد الرحمن بذر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون حين ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم غافلون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وكل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلو صريخ لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم انفقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا على نعم من لو يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم على تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكل في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذرنا لهم منها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من إذا هو عظيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عينيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض واكتب ما في أنفسكم أرض ويعصمكم بالله ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم يا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من على يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
خفاء وكرم مدة وعظم كلمة حكيم علينا ولا حال وعلى بعض إن شاء الله تعالى من العاملين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أبدا سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواج ذريته وحبيبته وأبصار الحارث بن سيدنا وحجر الله من ميزان وسيدنا الفاقي المقدم محمد بن علي وعالم وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاته في الجنات بد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمنا فدي في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة وإشهادتنا سبت المحاكم الله بالعاملين أينما كان مشاهد الأرض المغارب هذا الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنات يد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم فاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبدا سيدنا وحبيبنا عمدتنا صاحب راتب كل شهادة العبادة بن عبد الله بن الحجاج وأصوله وفروعه من الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظ الحجاج وزر السافرين من المسلمين في البر والجو أجمعين الله يصابهم سلام يرضهم أوطانهم سالم الغالب محفوظ مرضي بخير ورفع وعافية. الله عبرنا في طاعة الله في رمضان ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمهان ما ظهر منها وبطن من أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عما وبنيته وسخاتهم عندنا في عافية وإلى فرد النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجمع عظيم سلطانك سبحانك لا نقل عليك انك ما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم على سيدنا محمد في الوقت الوحيد وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى تترضى من عليه وانت خير الوارثين. اللهم انا نستحفظك ونسألك دياننا وابداننا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا اللهم فنوهم بكنافك واعمالك واياد جبارك من في اضعان مريض وجبال عن وذي عين وذي بدي من شر كل ذي شر
إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وعند مجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمال جلالك وارزقنا كمال المطعمة الأوضاع والباطلة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتيك ذكر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك ذكر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك ذكر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, kita baca Al Quran yang biasa kita lakukan setiap bulan. Niatkan dari orang tua kita, keluarga kita telah meninggal dunia, mudah-mudahan dapat limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqulun sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan annahu min hadits Hasan al-Haddad Ummul Habba Ummul Mahbubah Farida binti Abdurrahman wa Habib Ahmad bin al-Haddad al-Sharif Salman bin al-Haddad usulihim wa furuhim khususan ila arwah seluruh masing-masing dan seluruh donatur yang telah mengirim arwahnya. Dan ini yang telah mensallallahu alaihi wasallam Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي ليصفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفردين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات ذبحا والمغيرات سبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا أعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليمين ثم لتسألن يومئذ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء. والله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ما قلت ولا نبينا من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد
محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم فاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غضب عليهم الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حمدا كثيرا طيبا حمدا مباركا فيه حمدا يوفي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم اوصل وتقبل فما قرانا من القران العظيم وما هللنا من قول لا اله الا الله وسبحنا نقول سبحان الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس اجعلها يا ربنا هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها بها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأرواح يا أبا إخوان من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن نساء وسيدنا بن محمد بن نساء المقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا الجن وجميع سالة علي بعلوي والفقر المقدم ثاني الحبيب الرحمن بن سيدنا الفقير الشهد بن كان وأخي بن سعيد قلت الأنفاس من الرحمن وقاص الشيخ من العبارات قلت الجهاد وغوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن الحدث حضرات بن عمر بن الحجاج ووصولهم وفرهم ثم إلى الروح الحبيب جابر بن الحدث أولاد جابر بن الحدث وصول الغرم من الأرواح الحبيب عقيل بن حسن الحداد شريفة فريدة بنت عبد الرحمن أم المحبوبة بفريدة بنت عبد الرحمن الحبيب أحمد بن علي الحداد وشريفة سلمى بنت علي الحداد وأصولهم وفروهم أوصل لهم أثاب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى بين أيديهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان واجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم وارفع في درجاتهم وضاعف في حسناتهم وزد في عطيتهم وتجاوز عن سيئتهم وكل من طريق الحوض الى جنات ندخلهم عنك بشهود اللهم مثل ذلك واضعف ذلك الارواح واجيها ومشايخنا ومعلمنا ودبر الحقوق علينا اجمعين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انزل في قلوبنا الروح والريحان والفرصه والرضوان والبشاره والامل في جوارك في رفيع الجنان انك كريم منان ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Percaya? Iya, mendukung banget tuh. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أحد الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من ذكرك تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل
وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الموصوف في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده ما شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أجداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المدى الذي تكرم به المنان وما ضر هذا الفتى الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بالطراز التكريم اللهم صل وسلم وفرق الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فجل الحق في عالم كرسه الواسع فجل ينبض بانتشار فضله في القريب والشافع الله فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة سندات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحي صلى الله عليه لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تركا في الحسن على مدى وتناهى في مجد وتعالى لاحظته العيون فيما اشترته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما ذكرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي ابرز من حضرة الامتنان فيعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا وجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه مالك حرص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنحو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغ لخلق من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من نعمة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا النبي الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بآيات الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صهوة المجيد بقربه وتفيأوا بلاد الشرف الأصلي بود وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم وصل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلق جلالة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من قرب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خراجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر وتعلقت همة الراقب لهذه الحروف لأن يذكر في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي في
شعر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فإن توظف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حتى إلى دلو ما أخرجه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، فبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخل ببشر شفاعة هذا النبي الشافع ويتروى بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلام يخص ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسماعه التي هي أحسن السماعل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتصرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه بهدفه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن حول شيء خلقه الله والنور المدى في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد عدلت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. فلما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية، فصدت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد علم الجديد إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حقيقته الذرة وصونها، وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسلو منه علما ولا إذلا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وضرب وقت بروز إلى عالم السعادة لتنبسط على هذا العالم قيودات فضله وتنتصر به آثار مجده صميم. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المقنونة والجوهرة المحسونة والقول كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا الصراط والعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة إلى ثقات جواهر كنوزه. وكل دابة بغريس نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بظلام البركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإثر الفرح في ملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرامي من مطالب والمرامي. نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام وهزار الأنس ظنا وسجع قمر الحمام وسجع قمر الحمام. يا لك الله ما شربنا من صفا ذاك المدام ودعينا فعجبنا وعواذلنا نيام وعواذلنا نيام. واجتمعنا واتصلنا عند سيدنا الإمام وشهدنا حين زرنا ما هنالك من مقام ما هنالك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين غروب أعوانه ولعهد الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن بهن بالترحيب، وأمطر الوجود إلهي على أهل الوجود تزيد، وسنات الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناحها المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وانفذ الحق حكمه على نتمم عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط المحمود صلى الله عليه وسلم. هذا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما لهن من الحور العين من قسم الله له بين الشرف بالقسمة الوافية، فتلقى الله على ظهور وجود هذا المولود فانفلق ذكر الكمال من النور العنمود وبرز الحميد المحمود مدعينا لله بتعظيمه والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كما قالك أنا بديها دار بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون ورسول والصلاة قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول
سلام عليك صلوات الله عليك لا نبتغى في سعد مستغير الله فيا نظر هدادنا عطاء جمال فخر المبان الله سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه الله في ديوانه خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين بلغ صلى الله عليه وسلم بقدر عظيم وبرز رافعا فرفعه إلى السماء موقيا بذلك ربي إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقبولا مقطوع السرة فولد ذلك الشرف عند الله أيد القدرة ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأشبر ذلك عني ثم عاودعني رعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى متاعه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات
وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عينا عنايته في كل حين ترعى وأنه هادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد الصحبة صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حلال بما تضيق عن كتابته البطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا مر معروفا لا يقول ولا يفعل الا معروفا له الخلق المسهل والملاحظ المحتوي على معنى الجزاء اذا دعاه المسكين وعجبه اجابه معجله وهو العبد الشفيق راحم باليتيم والارمله وله مع سهوله اخلاق الهيبه القويه التي تبتعد منها الفرائس الاقوياء من البريه ومن نصرة تقطعت الطرق والمنازل وبحرف ذكر تطيبت المجالس والمخابر وهو صلى الله عليه وسلم من جميع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشراف خصوصية ومن يخلق بالبرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل بالوصف الحبيب شأن والأولى بمجده ومكانه والصفي ذكر تعالى مجدها أخذت على نجسها بعنانه وقد بسط الكلام في تدوير ما أفاده من واقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المختار من التكريم والتعظيم وخلق العظيم وحصل من أن نمسك عينة الأكرام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا مع السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل خطبك كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما نزل الفكر من دماء الاعصاب في محمد اتي وجودا وجهت الى الله بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل فيه سعي مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يعقب عملي بعمل مقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود زافرة وعلى باب ذاته تحط الرحال فتغشاها منه البيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالم أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبار المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الغرب ومظهر قاسم إمداد في بارك وسائق سير سادك لأهل بدرك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطريق اتباعه من سالك لحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بمحمد وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركاته وشارب بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهاد العظيم راية الدين القويم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واغفر اللهم قربة المقروبين واقتدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بهمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب يا أرسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إلى منصور آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama-tama yang saya hormati guru kita, pimpinan Majlis Ta'lim Rodatul Haddad, Al-Ustaz Al-Habib Faisal bin Agil Al-Haddad, mata'anallahu fi kulli hayati syarifah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, mudahkan rezeki beliau, dikabulkan semua hajat dan cita-citanya, ilmunya berkah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Salih bin Abdullah Segaf, Al-Habib Hussein bin Idrus Al-Haddad, Al-Habib Salim bin Syekh Al-Haddad. Dan yang kami hormati para habaib, para asatidz, para ustaz, para kiai, para hanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada para tuan-tuan guru sekalian. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, ilmunya bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya tak lupa mengajak para ibu, para jamaah, para hadirin untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara peringatan Maulid dan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adanya peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sangat mencintainya, yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati, alhamdulillah telah hadir juga Bapak Kapolsek Tajur Halang, Bapak Sumarno, dan yang kami hormati Pak Ketua RT, Ketua RW, Pak Lurah juga. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat panjang umur. Hadirin para jemaah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat taufik hidayah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syiril al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meningkat ke acara selanjutnya. Majelis Islam ini juga punya didikan anak-anak. Insya Allah akan tampil. Tapi sebelum anak-anak tampil, mari kita dengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kapolsek Tajur Halang, Bapak Sumarno. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yes. Maafin mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengabarkannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudarakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada tuan rumah Habib Faisal Al-Haddad selaku pimpinan majelis Rodotul Haddad. Habaib, kiai, guru, ustadz, alim ulama, yang mohon maaf karena kekurangan saya, mungkin saya belum kenal, saya belum bisa menyebutkan namanya satu persatu. Kepada bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kelurahan Tajur Halang dan bapak ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya saya mungkin tidak memberikan mukadimah karena hari ini acaranya adalah Maulid dan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Aibda Sumarno. Saya sebagai kanit perempuan di Polsek Semanggi. Sebenarnya saya bukan kapolseknya. Kapolseknya adalah yang pertama. Nah, hari ini acaranya banyak di jajaran wilayah Tajur Halang, yaitu banyak beberapa titik ada kampanye dan ada beberapa kegiatan masyarakat. Insya Allah kita berbagi dalam hal pengamanan serta
kita silaturahminya. Insya Allah saya memberi sedikit pesan Kamtibmas sebagai pesan dari pimpinan kita, dan sebelumnya saya mengucapkan salam dari pimpinan Kapolres Depok melalui Ibu Tamar, yaitu Kapolsek Tanjung Halang. Beliau berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada kepolisian Polres Depok, khususnya adalah Tanjung Halang. Pesan dari beliau memohon kepada Bapak Ibu semua, intinya dalam hal mensikapi tahun politik saat ini, memohon kepada semuanya untuk bisa saling rukun, saling kompak dan bisa bekerja sama yang baik di dalam perbedaan pilihan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi pesannya dari kami adalah supaya menghargai perbedaan. Silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan hati nurani Bapak. Boleh memilih partai apa saja, calonnya siapa saja boleh, silakan. Tapi pesan kami adalah lakukan dengan hati nurani, lakukan dengan disiplin, tertib, nanti di kotak di bilik suara. Adapun perbedaan pilihan mungkin dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, jadikanlah itu suatu hal yang menjadikan silaturahmi lebih erat. Jadi tidak apa-apa, perbedaan itu tidak apa-apa. Nah, sehingga apa-apa yang menjadikan perbedaan ini menjadi indah, ya kita syukuri perbedaan ini. Dan kemudian pesan Kamtibmas berikutnya, karena saya insya Allah dikasih cuma 45 menit dan tidak lama-lama, yaitu mensikapi tentang perkembangan akhir-akhir ini di lingkungan kita, ya kan, masyarakat. Mungkin banyak anak-anak kita yang tawuran, ya kan, mungkin banyak yang kejadian-kejadian, mohon maaf, tinggal dan sebagainya. Nah, minta antisipasi, minta semuanya berperan dalam hal membantu kami. Okay? Nah, ini mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Insya Allah nanti mukadimah dan beberapa nasihat dari guru-guru kita nanti. Ya, semoga acara ini menjadi berkah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Pesan kami adalah jaga kekompakan. Dari bukan dulu. Terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anak kami, anak-anak madrasah Raudatul Haddad. Selagi anak-anak diajarin ilmu, anak-anak juga diajarin untuk mencintai saudaranya yang Dadah, dadah dong, dadah. Dadah, dadah, dadah. Dadah dong, dadah. Dadah dong, dadah dong, dadah dong. Dadah, dadah. Dadah dong. Ya, jadi para bapak, para ibu, yang anak masih tidak Dadah, mau dadah dong, dadah, woi. mengaji, Dadah, mau woi. belajar, Dadah, dadah. datangin sini. Alhamdulillah. Di sini juga diajarin untuk belajar Al-Quran, belajar sholat, belajar ilmu yang lainnya. Ada pengajian anak-anak, ada pengajian remaja dan bapak-bapak, dan ada pengajian ibu-ibu juga. Jadi kumpul di sini ya. Untuk ingin tahu yang informasi bisa dipertanyakan kepada panitia atau jamaah majlis taklim. Oh, betul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah Ananda dari Syarifah. Ustaz Faisal, yaitu saya bersama Binti Faisal Al-Haddad. Beliau akan membacakan surat Al-Mulk Tabarak ya, berapa 10 surat. Kepada Ananda kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ ولما ألقي فيها فوج فظننتم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقل ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Binti Faisal Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau yang baca Al-Quran dan kita yang mendengarkannya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, tiba kepada inti acara kita yaitu tausiah agama. Tausiah agama yang pertama yaitu akan disampaikan oleh guru kita Habib Soleh bin Abdullah As-Segaf dari Jati Makmur Pondok. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil miqdaril aqdar wa munawwiril anwar wa mulikil laili 'alan nahar wal muhtajibu 'anil absar bima la yahfal admar. Allahumma وصل وسلم وبارك وكرم وعزم على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وعدد نعم الله وإفضاله. وقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال النبي أيضا من أحيا سنتي إلا فساد أمتي فله أجر الشهيد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, wabil khusus para pemuda sekalian, mudah-mudahan di waktu pagi ini Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Segaf. Kita doakan panjang umur, sehat afiat. Allah Ta'ala berkahkan hidupnya untuk kita sekalian. Begitu juga guru kita Habibana Al-Mahbub Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Segaf. Kita doakan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat afiat, dan Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Dan banyak sekali para habaib daripada zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadirannya membawa berkah kepada kita sekalian, dan begitu juga kepada para asatiz, para kiai, para guru yang saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya semuanya. Wabil khusus sahibul majlis, sahibul bait, akhina al-kiram Al-Habib Faisal bin Agil bin Hasan bin Umar bin Taha bin Ali bin Abdullah Al-Haddad. Kita doakan keluarganya dan saudaranya, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan keberkahannya, Allah Ta'ala sukseskan niat-niat dakwahnya. Para hadirin jamaah sekalian, saya tidak perpanjang kalam, saya hanya menyampaikan nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adaban di ustazi, karena kita berakhlak kepada guru kita. Jadi saya nggak berani panjang-panjang kalam dan nggak berani soft talk. Yang Nabi mengatakan di dalam satu hadisnya, khaslatani la syai' afdalu minhuma. Kala Rasul, khaslatani la syai' afdalu minhuma. Ada dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih afdol apapun juga kecuali dua perkara ini, kata Nabi. Yang pertama, al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-awwal wajibun al-aba lil abna. Ini kewajiban bapak-bapak terhadap anak-anaknya, harus menanamkan aqidatul Islamiyah. Kewajiban seorang bapak untuk menanamkan akidah Islamiyah kepada anak-anaknya, supaya dia kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mengenal Allah, seseorang akan kuat imannya kalau dia mau datang menuntut ilmu ngaji. Tidak ada yang afdol juga kecuali adalah ngaji. Nuntut ilmu itu paling afdol. Saya dengar perkataan Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigaf ketika saya taklim tahun 86 kepadanya. Sayyidul Walid mengatakan, qala Rasul, man mata li talibil ilm wa huwa syahid. Siapa orang yang mati dalam menuntut ilmu, matinya dia mati syahid. Bukan hanya di Palestina banyak yang mati syahid. Di Indonesia juga, kalau dia mau menuntut ilmu Allah, kalau dia mau menuntut ilmu agama, dia mati
mati dalam keadaan syahid. Man intagala liyata'allama al-ilma ghufira qabla an yahtua. Rasul mengatakan, man intagala, siapa orang yang meninggalkan rumahnya, masyian au raqiban, apakah dia jalan kaki, apakah dia berkendaraan, liyata'allamal ilma, untuk menuntut ilmu Allah, ulumus syar'iyyah, dia menuntut ilmu-ilmu agama, ghufira qabla an yahduha. Ini keistimewaan yang luar biasa. Ghufira qabla an yahduha, sebelum dia keluar melangkahkan kakinya dari rumahnya, Allah Ta'ala telah ampunkan dosa-dosanya dia. Para hadirin jamaah sekalian, perkuat keimanan kita. Kata Nabi, jadidu imanakum, jadidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian. Lalu sahabat berkata, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami memperbaharui keimanan kami ya Rasulullah? Wa aksiru bi qauli la ilaha illallah. Nabi disuruh memperbanyak kita membaca la ilaha illallah. Para hadirin jamaah sekalian, tahlil itu bukan hanya lil amwat, bukan hanya untuk orang-orang mati kita baca tahlil. Bal tahlil lil ahya. Tahlil ini sangat bermanfaat hidup. Satu contoh, kitab Sanusi, di dalam kitab Nawawi, di dalam yang lain dijelaskan riwayat Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha hutimat lahu arba'atu alaf dhanbin minal kaba'ir. Kata Nabi, siapa orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan, madaya mundur dipanjangkan bacanya, seperti kayak tahlil, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha, atau kita dengar penutup acara talqin zikir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dia angkat ditarik, la ilaha illallah dipanjangkan. Kata Nabi, sekali kau mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan, Allah Ta'ala hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar kita. Baru sahabat berkata, wa in lam takun lahu syai' minal kaba'ir, ya Rasulullah, kalau kami tidak melakukan perbuatan dosa, bagaimana? Yughfaru li ahli, Allah Ta'ala ampunkan keluarga engkau di rumah. Jadi kita hadir di ini tempat, kita baca tahlil, kita baca ratibul haddad dan segala macam zikrullah wa zikrun nabi, keluarga kita dapat ampunan di rumah. Alhamdulillah. Sahabat bertanya lagi, kalau keluarga kami enggak melakukan dosa-dosa besar, Nabi bilang, wali jirani, sampai tetangga keauban, tahu keauban, kebahagiaan, dapat ampunan. Hadhil khasa'is min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekhususan yang Allah Ta'ala berikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, kita juga harus mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selalu menyebut Allah, bagus. Yang dia zikirin Allah aja, sholawat kepada Nabi Muhammad enggak. Dia bilang, ana uhibbullah, aku selalu cinta kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, di dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni,
Ikutin Nabi dulu. Cintain Nabi Muhammad dulu. Tuh, Allah yang suruh. Allah suruh kita cintain Nabi Muhammad dulu. Ikutin Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Baru Allah telah cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru Allah telah ampunin dosa-dosa kita. Kalau kita cinta sama Allah, Nabi Muhammad nggak pernah disebut-sebut, Allah nggak bakalan cinta kepada kita. Jadi Allah Ta'ala perintah kita cintain dulu Nabi Muhammad, ikutin dulu Nabi Muhammad, baru Allah Ta'ala cinta kepada kita dan Allah Ta'ala ampunin dosa-dosa kita. Cinta kepada Nabi Muhammad menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau cinta sama Jokowi, gugur gak dosa kita? Akan laut. Banyakin Pak sholawat sama Nabi Muhammad. Tanalus sahla, ente akan dapat kemudahan segala hal. Biar banyak baca sholawat sama Nabi. Saya rasakan, saya buktikan, bukan hanya sekedar ngomong. Saya kalau pagi selalu baca sholawat kepada Nabi, saya pengen tahu khasiatnya bagaimana di sholawat. Maaf, saya suka nguji wiridan. Khasiatnya bagaimana nih kalau wiridan gini. Ini wasiatnya bagaimana khasiatnya begini. Di waktu pandemi berapa wiridan saya coba. Malam saya wiridin, saya jual hidrolik, alat-alat berat tuh senang bikin itu. Waktu pandemi saya mau jual, saya zikirin malamnya, saya siramin air. Saya iklanin, kagak ada nanya. Ganti wirid lagi, saya zikirin lagi, medianya air, saya siramin lagi, sampai becek ke mesin, kagak laku lagi. Akhirnya saya ada undangan di Cipondok Kopi, di dalam hati ngomong, lo sholawatin sama Nabi. Tuh. Di hati ngomong, lo sholawatin sama Nabi. Pulang acara jam 1, saya istirahat sejam, saya sholat hajat, saya baca sholawat kepada Nabi Muhammad 10.000. Sampai subuh. 3 hari saya kerjain. Saya yang ngedobrak. Akhirnya saya istikharah. Kata Nabi, istikharah nggak bakalan rugi. Orang yang melakukan istikharah nggak ada kerugian kepadanya. Saya jalani istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, biar hidup berkah, biar gampang rezeki, urusan mudah. Berapa yang saya harus baca sholawat kepada kekasih engkau Nabi Muhammad? Dapat isyarah 10.000. Waduh, 10.000. Istikharah lagi. Seperti biasa, isyarahnya berapa? 10.000 lagi. Ketiga kali, ya Allah, biar hidup saya berkah, biar urusan gampang, rezeki gampang. Ya Allah, ada Saleh bin Abdullah, orang yang banyak kepengenannya dan lemah. Tuh, itu purbawa tuh. Ada Saleh, orangnya lemah, kepengenannya banyak. Ada ende. Berapa yang saya harus baca, ya Allah? Dapat isyarah baru berapa? 5.000. Saya jalanin. Tiap malam saya baca sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mulai dulu, jangan langsung masuk aja. Kalau zikir, Fatihah dulu sama Nabi. Fatihah sama aulia baru masuk. Seperti saya mulai ini, kalau sholawat Jibril, Al-Fatihah biniyatil qubul wal iqbal was salah ala kulli hal wa biniyatil faraj adil واللطف الشامل وقضاء المشكل بجاه سيد الكونين والثقلين
wa bijahi Sayyidina Al-Hasan wa bijahi Sayyidina Al-Husain wa bijahi Sayyidina Imran bin Husain Fatih. Nah ini Fatih Habib Husain luar Batam, Habib Abdurrahman bin Ahmad Abdul Ghani Al-Sigaf, Fatih Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad, Habib Abdullah bin Husain, kita Fatihain semuanya. Setelah itu baru kita masuk Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad di mana? Orang bingung. Ente lagi pandemi 2019-2020 mau jual mesin hidrolik, warung Padang warteg aja sepi. Anda bilang Allah Ta'ala tidak terhalang dengan itu kalau menghendaki hambanya. Tetap saya baca. Begitu dapat 2 minggu saya tidur siang dibangunin sama anak. Bapak, bangun Pak. Kenapa? Ada yang mau beli mesin. Langsung tuh pikiran, ini berkah sholawat kepada Nabi. Saya temuin tuh orang, padahal saya nggak iklanin udah cuma sekali iklanin, nggak iklanin lagi. Datang itu orang, kelihatan mana potongan orang kaya sama yang rada-rada kan kelihatan. Rada-rada layu kan kelihatan. Saya tanya bapak, ada perlu apa? Saya mau beli mesin. Bapak dari mana? Saya dari Bintaro. Tahu dari siapa? Jadi omelin deh. Pak jangan ada yang nanya, oh ini berapa duit? Kita lagi bingung. Oh jauh-jauh bisa tahu. Ini Allah, Allah yang telah berbuat kepada kita berkah sholawat. Saya mau jual nih mesin Pak, 40 juta. Udah, saya beli aja 35 juta, nanti saya kasih ongkosnya. Dalam hati ngomong 35 juta. Jigo aja berjual. Jangankan 35, 25 aja berjual. Ini Allah Ta'ala luar biasa kasih dengan berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya dari tiap pagi itu tahajud bin nikmah, jadi asik sholawat sama Nabi. Habis subuh dia sholawat sama Nabi. Apa kepengenan di hati Allah telah sampaikan semua. Baru timbang kepengen lagi demen nih sama motor Honda Beat Street. Pengen, hati pengen buat ngaji, pengen. Kita lagi ngobrol di depan, pulang ngaji, ya tentang Assalamualaikum, ngaji enggak? Ini orang saya enggak ngaji. Ada kabar apa? Baik, alhamdulillah. Ada perlu apa? Saya dari rumah kemarin deh, mau bagi Habib duit buat beli motor di 20 juta. Kaget ya. Dikasih duit cash 20 juta buat beli motor. Udah mau beli pagi. Emang depan rumah ada showroom. Banyak deh, pokoknya banyak. Jadi kepengenan hati itu apa aja Allah telah sampaikan. Tinggal latuk nih belum nih. Tinggal latuk belum kesampaian nih. Tapi gua nggak bosan baca terus. Tahu gak apa? Kawin lagi. Para hadirin jamaah sekalian, 124.000 nabi, semua wiridannya sholawat kepada Nabi Muhammad. Satu contoh, fa'auhallah ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah Ta'ala, ya Musa, aturidu anda yawmal qiyamah. Ya Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kehausan, kelaparan, kebelangsakan di hari kiamat? Na'am, tentu ya Allah. Bagaimana caranya? Biar gak ada susah. Kata Allah apa? Faksiris sholata ala Muhammadin. Kata Allah, ya Musa, banyakkanlah sholawat engkau kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Yang kita bingung Pak, ini sekelas Nabi Musa. Kalau sekelas orang Bogor kali ya, atau orang Bekasi, orang Jakarta, ini Nabi Musa Allah Ta'ala bilang begitu. Nabi Musa bukan orang sembarangan, seorang Nabi dan Rasul, mukjizatnya ambruk sama dia. Air sungai Nil bisa berubah seperti darah. Batu sebesar rumah dipukul
Mambrot air atau mambrot. Mancarkan air. Gak kurang hebat. Belum sampai sekarang ini nih saingannya Nabi Allah Musa belum ada. Di dalam kitab Syarah Ainiyah kurang lebihnya kita 3.600 tahun ke Nabi Allah Musa. Belum ada tandingannya yang bisa belah lautan. Ada yang orang Bogor bisa belah lautan. Jangankan lautan empang di ketoprak ke bambu. Nabi Allah Musa ketika dia diuber-uber sama Fir'aun dan kaumnya, Nabi Allah Musa keponggok, tahu keponggok, kemelacin tahu, bahasa Bekasi keponggok, belakang Fir'aun, depan laut, mati gak model kita ini? Nabi Allah Musa bilang doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah sallallahu ala Muhammad. Dipukul ke laut lah sama Nabi Allah Musa. Masih Allah Ta'ala suruh banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi model kita ya, recehan, tiba menang di lagu doang di sama gaya, banyakan utang. Kita kan lagu doang sama gaya, utang gak nahan. Banyakin Pak sholawat sama Nabi, kita bakalan kedapatkan kesenangan dunia kita, kubur kita, akhirat kita. Jangan suka dengar kita diajak menghayal, mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma di hari kiamat. Kagak bakalan. Kita gak bakalan dapat syafaat di hari kiamat. Inna awlan nas fi yaumal qiyamah aksaruhum 'alaihi shalah. Paling banyak, paling dekat manusia yang paling dapat besar syafaatnya di hari kiamat oleh Nabi Muhammad yang banyak sholawatnya di dunia. Di dunia banyak yang sholawat. Syafaat itu berjalan tuh sekarang. Saya selalu merasakan syafaatnya Nabi ini sekarang. Dari kubur kita dapat syafaatnya Nabi. Baru di hari kiamat. Kalau di dunia ini gak mau sholawat sama Nabi, bagaimana Nabi mau kenal? Bagaimana mau dapat syafaat di hari kiamat? Para hadirin jamaah sekalian, singkat riwayat nih, kita sekarang berada di bulan apa nih? Tanggal berapa bulan Rajab? Tanggal 9. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulannya Nabi, bulan Ramadan bulan umatnya Nabi. Fadlu Rajab ala sa'iri syuhur, kafadil Quran ala sa'iril kalam. Kemuliaan bulan Rajab di antara bulan-bulan seperti kemuliaan Al-Quran dari segala macam ucapan. Wa fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur, kafadli ala adnakum. Kemuliaan bulan Sya'ban di antara bulan-bulan seperti kemuliaan aku terhadap sahabatku yang paling rendah, kata Nabi. Wa fadlu Ramadan ala sa'ir syuhur kafadlillah ala khalqih. Kemuliaan bulan Ramadan di antara bulan-bulan seperti kemuliaannya Allah Ta'ala atas ciptaannya. Para hadirin jamaah sekalian, man shoma yauman fi Rajab faka'annama shoma sittina syahr. Di dalam kitab Tuzhatul Majalis dijelaskan seperti itu. Siapa orang yang puasa sehari di bulan Rajab, maka kata Nabi seakan-akan dia puasa 60 bulan lamanya. Berapa lama 60 bulan? Biasanya suka ngerit apa? Berapa 60 bulan? 5 tahun. 1 hari. Ini ada satu kejadian. Ya. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dia berjalan di negeri Syam, di pergunungan negeri Syam di Palestina, ada satu gunung mengeluarkan cahaya yang tidak nur. Ini cahaya keluar dari ini gunung. Nabi Allah Isa bilang, ya Rabbi antik li hadzal jabal. Ya Allah, tunjukkan kepada aku ada apa dengan ini gunung. Kata Allah, ya Rasulullah, mana ditulis?
Hai Isa, apa yang ente inginkan? Ya Allah, akhbirni bi khabar. Aku ingin tahu rahasia engkau ya Allah. Fi jawfi rajulin. Ya Isa, di dalam gunung ada orang. Ukhrijuhu ya Rabb. Keluarkanlah orang itu ya Allah. Fanfalaqatil jabal. Pecah batu gunung. Jadi seperti kayak gua Pamijahan. Tahu Pamijahan? Ya, terbuka pintu gua. Kharaja syaikhun min husnil wajh. Keluar satu orang tua yang wajahnya bercahaya-cahaya. Ini orang tua bilang, "Ya Isa, ana min qaumi Musa." Hai Isa, aku ini daripada kaumnya Nabi Allah Musa. Sa'allahu hayat ila zamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu bermohon kepada Allah supaya Allah telah panjangkan umurku sampai ke zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'akuna min ummati. Aku ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Minta panjang umur ratusan tahun di dalam gunung dan dewek diri-dirian buat itu diri-dirian dalam gunung sendiri jadi bangga gitu mah. Minta panjang umur biar sampai ke zaman Nabi Muhammad, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah bisa tanya, Taqulullah fi hadzal jabal. Udah berapa lama ini tinggal di dalam gunung? Kami aam. Udah 600 tahun saya di dalam gunung. La maksiat wala tarfal ain. Enggak pernah maksiat walaupun sekejap mata. Nabi Allah Isa bilang apa? Ya Rabbi, hal ala wajhil ardi akram alaika min hadha? Ya Allah, apakah di muka bumi selain orang ini kau muliakan adakah ya Rabb? Allah Ta'ala bilang, Ya Isa, man shoma yauman fi rajaba min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akram ala man hadza. Ya Isa, siapa orang yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia umatnya Nabi Muhammad ketimbang ini orang ibadah 600 tahun lamanya. Nabi Allah Isa berlaitani min ummati Muhammadin. Ya Allah, moga-moga aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Para hadirin jamaah sekalian, saya mengajak puasa Rajab karena saya udah jalanin. Kalau saya enggak jalanin, saya malu sama Allah. Sebagaimana di dalam Quran dibilang, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa lu ngomong barang lu enggak kerjain? Karena saya kerjain, saya sampaikan ini nasihat semata-mata biar kita mendapat kemuliaan berkah Nabi Muhammad SAW. Para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah, Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehat afiat, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, anak, istri, cucu, mantu semuanya biar panjang umur, dapat rezeki banyak semuanya. Kita doakan guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Saleh bin Abdullah Segaf yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ilmunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal. Hadirin, kami himbau sebelum ceramah tausiah guru kita Al-Habib Abu Bakar dimohon kepada para jemaah untuk tidak mengobrol, bercanda, yang main HP atau di segmen terlebih dahulu kita dengarkan tausiah oleh guru kita. Untuk penceramah selanjutnya itu guru kita Al-Habib Al-Ustadz As-Sayyid Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad.
Lagi disiapin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammadin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita kembali berjumpa, berwajah, bersilaturahmi, mengenal satu dengan yang lainnya. Dan kesemuanya itu karena Rasulullah SAW. Allah izinkan kita dapat bertemu dan Allah mudahkan semua urusan kita sampai ke tempat ini. Ini adalah jalan daripada Allah, karena Allah akan pilihkan kita untuk mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala berkah hadirnya kita peringati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Sehingga ini tidak boleh cuma-cuma kita mengadakan acara Maulid Rasul. Harus dijadikan momentum yang paling hebat. Sehingga Allah katakan faliyafrahu. Hendaklah kalian bergembira. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad SAW agar kita dapat bergembira. Karena akan Allah hadiahkan bagi orang yang bergembira bifadlihi wa birahmatihi bifadlihi wa birahmatihi falyafrahu. Bukan cuma-cuma kita hadir. Jangan menganggap bahwa kenal kita dengan Habib Faisal bin Adil Al-Haddad kemudian kita datang ke sini, tidak mungkin. Keluarganya aja belum tentu datang kalau Allah tidak izinkan. Bersyukurlah Anda mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menghendaki kita yaitu satu kebaikan untuk menerima fadlah min Allah, mendapatkan rahmat Allah dengan sabab lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kelihatannya daripada lapar. Benar begitu? Kalau itu tutup doakan kali ya. Itu gondrong-gondrong ya Allah. Ini yang luar biasa. Harus ada. Apa kalian yang layangan? Baik. Jadi Al-Fakir persingkat saja dikarenakan waktu. Bahwa tadi kita diperintahkan bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya Allah pilihkan kita menjadi orang yang beriman dengan sahabat Nabi Muhammad. Sehingga ada satu perkataan daripada jumhur ulama, al-imanu bi Muhammadin, al-imanu bi Muhammadin min afdalil maratib. Al-imanu bi Muhammadin fi akhir zamani afdalu min apa tadi? Min fadlil maratib. Keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yaitu di akhir zaman. Ustaz, kapan sih terhitungnya akhir zaman? Terhitungnya akhir zaman saat Rasulullah dilahirkan, itu masuk waktu akhir zaman. Karena Nabi yang dilahirkan yaitu Nabi terakhir, artinya Nabi akhir zaman. Terlebih sudah memasuki 1400 tahun usia kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berarti kita sudah ada di penghujung. Betapa dekatnya. Kalau kita ngecas tuh kelihatan tuh sudah 99%. Nah ini kita hidup berarti tinggal di ujung. Tadi dikatakan al-iman bi Muhammadin fi akhir zaman min afdalil maratib min afdalil maratib. Keimanan kita kepada Nabi Muhammad di akhir zaman adalah ya melebihi daripada yaitu ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min afdalil maratib. Berarti setingginya derajat manusia di dalam keimanan adalah orang di ujung ditutupnya dunia ini masih beriman kepada Nabi Muhammad. Ini harus kita gembira. Kita dipilih oleh Allah hidup di akhir zaman, masih percaya kepada Nabi Muhammad. Dan orang barat ini, orang Islam, orang gila ini. Kita orang gila, nabinya kita nggak kenal, mukjizatnya kita nggak tahu, kehidupannya kita nggak pernah tahu. Nabi Muhammad SAW siapa ayahnya, siapa ibunya kita nggak pernah kenal, tapi percaya kepada Nabi Muhammad. Ini orang gila. Bisa dipaham omongan ini? Percaya nggak kepada Nabi Muhammad? Logikanya di mana kita harus percaya? Kenal Nabi Muhammad tidak melihat wujudnya Rasulullah, betapa indahnya Rasulullah, betapa lembutnya Rasulullah, betapa kasih sayangnya Rasulullah, kita tidak pernah merasakan. Kita karena hidup Allah lahirkan di penghujung. Kalau tadi Anda bicarakan baterai sedang dicas, sudah 99% mau hampir penuh. Nah kita ada di ujung tuh. Sebentar lagi selesai, berarti dunia ini ditutup. Tapi masih Allah titipkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya tadi al-imanu bi Muhammadin, iman kepada Nabi Muhammad SAW di akhir zaman min afdalil maratib, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih Ustaz? Keimanan. Bukankah para sahabat yang tinggi derajatnya karena menyaksikan Rasulullah, melihat mukjizat Rasulullah? Kalau orang yang melihat Rasulullah, melihat mukjizat Rasulullah, pantas derajatnya tinggi. Kita melihat kaget, melihat mukjizatnya enggak. Bergaul dengan Rasulullah juga enggak. Ngimpi juga enggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kok masih percaya kepada Rasulullah? Ini orang hebat. Cuma permasalahannya keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya yang tadi dikatakan min afdalil maratib sudah teruji belum? Ini kok ada yang ketawa di belakang ya? Orang beritahu itu, gak pantas orang yang berbicara tentang Nabi Muhammad dia berbicara yang tidak baik. Gak malu di dalam peringatan Maulid ketawa-tawa. Kasih makan tuh biar mulutnya bungkam. Itulah. Apakah pantas dikatakan fi a'la maratib yang model ini? Ya pantas. Betapa tadi ulama-ulama mengatakan, jumhur ulama mengakui mereka iri. Kenapa dia tidak terlahir di akhir zaman? Para sahabat iri karena Rasulullah betapa rindunya dengan umat di akhir zaman. Masya Allah. Karena Rasulullah tahu bahwa umat Nabi Muhammad di akhir zaman dititipkan iman begitu hebatnya. Boleh saya cerita sedikit?
Tapi jangan ada yang tertawa, ini nggak pantas ini. Tolong beritahu itu kepanitiaan. Dalam acara maulid jangan berbicara. Jika ada sedang orang berbicara tentang peringatan maulid Rasul. Karena ayam, yauman minal ayam, pada suatu hari. Jadi saya nggak ceritakan pakai bahasa Arab yang kepanjangan. Ya. Ketika pembesar-pembesar kafir Quraisy berkumpul di rumah daripada, yaitu Abi Jahal. Mereka sudah berkumpul luar biasa. Ijtama'at ya al-kufar di baiti Abi Jahal. Mereka sudah berkumpul di rumahnya Abi Jahal. Untuk apa mereka berkumpul? Apakah hanya sekedar mabuk-mabukan? Oh tidak. Mereka dirancang oleh Allah dalam 24 jam bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad. Jadi kita jangan tenang-tenang umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad di dalam kehidupannya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir, yaitu bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad. Jadi otak orang kafir, orang-orang kafir Quraisy yang memang mereka benci kepada Nabi Muhammad, padahal mereka adalah satu darah dengan Rasul, kaitannya dengan keturunan Rasul luar biasa. Tapi mereka, di hati mereka, pikiran mereka 24 jam mereka selalu berpikir bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Makanya nggak pernah berhenti umat Nabi Muhammad. Dari zaman Rasul sampai saat ini, mereka berusaha bagaimana menghancurkan umat Nabi Muhammad. Nabinya nggak berhasil mereka hancurkan, tapi umatnya. Ya, kita nggak sadar. Jadi jangan pernah tenang. Kehidupan kita, umat Nabi Muhammad di negeri kita, bagaimanapun mereka 24 jam bagaimana caranya menghancurkan umat Nabi Muhammad. Tidak dihancurkan di dalam pembantaian seperti Yahudi kepada Palestina, tapi lebih dari parah yang demikian itu, semua akal pikiran kita dialihkan untuk dunia. Apakah dengan gadget kita, apakah dengan fashion kita, apakah dengan makanan kita, semuanya dirancang untuk kita, yaitu mengambil bagian daripada perjalanan orang-orang kafir. Sehingga sedikit sekali umat Nabi Muhammad ini kalau nggak berkumpul dari wilayah mana-mana nggak akan pernah berkumpul seperti ini. Seandainya umat Nabi Muhammad betul tadi yang dikatakan, al-imanu bi Muhammadin fi akhir zaman min afdalil maratib. Berarti jangankan manusia, binatang pun akan hadir. Rumput-rumput akan senang ketika diperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Ternyata dari masyarakat yang ada, berapa gelincir manusia penduduk yang ada di kampung ini yang hadir di dalam acara Maulid Rasul? Bisa dipaham nggak nih? Ya Allah, berbahaya sekali kita memaknakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kita Allah bangga-banggakan kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah lahirkan. Ya, yang Allah lahirkan kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya ummah yang dilahirkan. Artinya umat Nabi Muhammad dibanggakan oleh Allah. Gimana keadaannya sekarang kita bisa bangga menjadi umat Nabi Muhammad? Selepas dari acara Maulid Rasul, kita hidup kebiasaan kita menggunjing orang lain, menjatuhkan orang lain, persaingan usaha, menghancurkan usaha saudara kita. Banyak nggak yang begitu? Apakah itu kuntum khairu ummah? Apakah itu yang dikatakan tadi ulama, jumhur ulama menganggap demikian, bahwa kita adalah orang yang paling tinggi derajatnya
di sisi Allah karena masih punya keimanan kepada Allah, dan orang kafir nggak senang julukan itu. Apa yang disematkan oleh Allah dan ulama-ulama nggak senang, berusaha mereka menghancurkan. Oleh karena itu tadi, ketika jumhur mereka pembesar-pembesar min akabiril jahiliyah, pembesar-pembesar orang-orang jahiliyah dari kafir Quraisy berkumpul di Abi Jahal, datanglah seorang laki-laki. Datanglah seorang laki-laki masuk ke dalam pertemuan itu yang dikenal, yaitu dengan nama, siapa yang hafal riwayat ini? Siapa namanya? Oh, tidak pernah baca riwayat ini. Jadi khawatir juga nih kalau ini. Ya, yaitu namanya Faruk. Datang seorang laki-laki. Ya. Yuqal Faruk. Dikenal namanya Faruk. Dia mengatakan, ya, betapa mudahnya kita membunuh Muhammad. Betapa mudahnya kita membunuh Muhammad. Ya, biasa. Rupanya pertemuan itu banyak didengar oleh pemuda-pemuda. Oleh pemuda-pemuda, sehingga pemuda itu masuk di dalam pertemuan itu. Ya, kata pemuda, kalian berbulan-bulan tiap hari mengadakan pertemuan bagaimana caranya membunuh Muhammad. Aku punya jalan. Ya, betapa mudahnya membunuh Muhammad. Bagaimana? Bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad? Saat ini, yaitu laki-laki tersebut, yaitu Muhammad, sedang duduk yaitu di bawah Ka'bah, sedang duduk bersandar di batu Ka'bah. Seandainya di antara kita ada yang naik ke puncak Ka'bah, kemudian membawa batu besar, kemudian ditimpahkan ke kepala Muhammad, pada saat itulah Muhammad binasa. Cerdas betul. Siapa yang punya pemikiran seperti itu? Ma'as halaqatla Muhammadin. Betapa mudahnya membunuh Muhammad. Luar biasa. Tidak perlu rapat-rapat begini. Nabi Muhammad sering ada di Ka'bah. Dia beribadah. Selesai ibadah dia bersandar di Ka'bah Baitullah Haram. Di batu Ka'bah Baitullah Haram. Kalau kita mau naik membawa batu besar, tinggal kita apa? Jatuhkan, hancurlah kepala Muhammad. Ini saya bicara sesuai dengan cerita. Di sana nggak disebut Muhammad Rasulullah. Di mana cerita orang kafir? Muhammad Rasulullah nggak mungkin sesuai dengan apa yang ada di dalam riwayat. Kok Ustaz nyebut Nabi Muhammad nggak ada adabnya? Ini sedang bercerita tentang orang kafir. Gak mungkin orang kafir mengatakan Muhammad Rasulullah itu sedang, berarti diakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangan dibawa ke pikiran ke sana. Baik. Maka ya, tiba-tiba ada satu laki-laki lain yang bernama Syihab. Lau ajintum, ya. Lau ajintum, jika kalian mengizinkan aku, lakotal tubuh Muhammad, saya aku akan bunuh Muhammad. Ya, maka mereka mengizinkan. Maka naiklah Syihab membawa batu besar. Ketika dilontarkan itu batu ke kepala Nabi Muhammad SAW, ya, ternyata batu yang ada, ya, deretan batu. Ya, kalau kita melihat orang masang sekarang apa ya, bukan bataku sekarang pakai hebel ya, kan susunannya seperti itu. Begitu Ka'bah, soalnya batunya lebih besar, ya, karena itu batu-batu gunung yang dipecah, ya, dipapas menjadi seperti hebel.
maka keluarlah batu hedor tersebut. Anggap aja hedor. Keluarlah batu itu menahan batu yang ukurannya 1000 kali lebih berat daripada batu hedor tadi. Mampu menahan berat 1000 kali lipat daripada berat batu yang ditimpakan untuk menghancurkan kepala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takjub ini, heran betul Syihab. Luar biasa. Kok bisa batu Ka'bah keluar nahan dari batu besar? Seharusnya patah batu tersebut karena berat bebannya tidak mungkin bisa diterima. Bisa dipahami ceritanya? Ini saya mengajar bukan sedang ceramah. Kalau ceramah saya nggak bisa. Ceramah pakai retorika. Apa yang nggak pantas saya sampaikan, yang pantas saya sampaikan. Begitulah seorang yang biasa mengajar tentang prosa. Ya pengen muridnya mengerti. Ya. Setelah itu, tidak lama berselang Rasulullah SAW bangkit berdiri, kemudian berjalan. Ya. Berarti kosong sudah, di bawah tidak ada lagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka batu tersebut mungkin masuk lagi ke dalam. Ya ada yang atur. Ini Syihab dengan kepala batu besar itu. Ternyata Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Maka Syihab segera turun datang kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan keislamannya. Dia ceritakan bahwa dirinya adalah sengaja melontarkan batu dari atas untuk membunuh kau ya Muhammad. Tapi aku melihat kebenaran akan kenabian. Setiap nabi memiliki mukjizat, melihat mukjizat yang kau miliki, sehingga batu Ka'bah yang begitu ringan bisa menahan beban 1000 lebih berat lagi batu yang aku lontarkan untuk menghancurkan kepala. Saat ini aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Kenapa mereka begitu berbondong-bondong? Pemuda melihat, lihat temannya itu Syihab menyatakan keislamannya, semuanya farukan, semuanya kawan-kawan yang menyatakan keislaman, bersaksi di hadapan Nabi Muhammad. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka melihat betapa lembutnya Rasulullah yang benar dipeluk Syihab. Terima kasih. Anda telah mendapatkan kebaikan daripada Allah. Berdoa Anda. Semoga Allah muliakan engkau dan Allah jadikan orang yang terbaik dalam keislaman. Jadi kalau mereka beriman kepada Rasulullah, dia lihat Rasulullah, dilihat mukjizat Rasulullah, sedangkan kita gimana? Melihat Rasulullah enggak, melihat mukjizatnya enggak, tapi kita beriman ini luar biasa. Pantas orang kafir ini menganggap umat Nabi Muhammad orang gila karena tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak melihat mukjizat Nabi Muhammad, masih beriman kepada Nabi Muhammad. Hebat nggak kita nih? Yang hebat dulu, belum teruji. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita belum diuji sebagaimana yaitu masyarakat Palestina, belum teruji seperti masyarakat Afgan, belum teruji seperti masyarakat Rohingya dan yang lain-lainnya di Afrika, di Irak dan lain-lain. Kita enak benar, nyaman benar. Jadi umat Nabi Muhammad senang benar kita di Indonesia, benar gitu? Tapi tetap label Allah. Allah puji Anda kuntum khairu ummatin, tapi ujiannya belum datang. Baru di ujian masalah rezeki aja udah merengut sama Allah. Ketika dengar suara suruhan azan, Allahu Akbar, baru juga sampai. Dengar azan aja dikatain bapak. Bagaimana musuh datang menyerang kita? Apa yang lisan kita bisa berkata demikian? Sedangkan Allah panggil karena kecintaan Allah.
Banyak nggak yang begitu tuh? Bang, sholat bang, ya, besok juga ada sholat. Besok katanya, bang, Jumat udah mau hadir bang. Minggu depan udah mencari Jumat, rewel bener. Berarti kita nggak terpuji. Baru masalah sholat aja kita sudah nggak mampu melalui ujian. Apakah pantas kita dikatakan kuntum khairal ummah? Ini coba introspeksi diri kita. Ayo bangkit menjadi umat. Menjadi umat Nabi Muhammad yang terpuji. Lihat iman-iman mereka yaitu orang Palestina luar biasa. Bangga dengan anak-anak yang mati. Walaupun mereka bersedih, tapi mereka bangga. Kita gimana? Anak kita mati. Oh, Allah berdoa mengambil anakmu. Nah, kita ini karena kita tidak terpuji. Oleh karena itu, agar kita lulus daripada ujian tersebut, apa yang kita baca, kebetulan kita ada di tempat yaitu Abi Faisal bin Amil Al-Haddad. Di sana ada rotibnya, di sana ada wirdul latifnya yang selalu diajarkan oleh Al-Haddad bin Amil Al-Haddad dalam kitab rotibnya dan kitab wirdul latifnya. Radina billahi, tidaklah kalian ridho pertuhankan Allah. Situasi apapun keadaannya kita, rumah tangga kita, ekonomi kita dalam keadaan murah manis seperti ini, ya, banyak ujian. Selama kau ridho ya Allah kepada aku tidak pernah menyesali akan sesuatu yang telah kau lakukan. Aku ridho kepada aku. Ada yang begitu? Ada yang nanya, enggak ada yang jawab. Ada enggak yang begitu? Ridho enggak dengan apa yang Allah berikan sampai saat ini? Ayo, mudah-mudahan antum ridho. Buat apa baca ratib? Berhenti baca ratib, ngapain? Kotor-kotorin mulut kita aja baca ratib. Rodina billahi rabban. Giliran ada ujian, baiklah benar ibadah masih diginiin juga. Buset. Yang ibadah diperlakukan sama Allah seperti itu. Apakah mereka Palestina ibadah? Ya Allah, mereka habis Al-Quran. Dari mulai umur 2 tahun sampai nenek-nenek semuanya hafal Quran. Kita hafal Quran? Kuliah lagi. Dulu lagi. Paling top tidak hafalin. Oleh karena itu, apapun ujian kehidupan kita, jawab selama itu datangnya dari Allah. Semua apapun yang terjadi di alam dunia ini adalah ketentuan Allah. Aku sembah Allah. Ya, jaga keimanan aku. Ya Allah, sampai kau panggil aku. Karena kau lahirkan aku dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan hendaklah kau kembalikan aku dalam keadaan suci. Bagaimana caranya Allah mensucikan kita? Allah turunkan ini agama. Ya, yaitu agama Radina billahi rabban wa bil islami dinan. Inna dina indallahir. Allah turunkan yaitu al-Islam. Untuk apa? Sebagai alat pensuci. Karena ketika kita masuk umur akil balik, mulai kita belepotan dengan dosa. Mata kita banyak dosanya, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, gerakan hati kita, apalagi kaki kita menuju tempat-tempat maksiat. Betapa dosanya kita. Di mana kesucian? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Allah nggak kepengen kalian kotor, maka Allah turunkan ini agama, yaitu agama Islam. Allah turunkan agama Islam untuk menjadi alat pensuci. Dari subuh kita sholat, ketemu waktu zuhur ya Allah bersihkan lagi dosa dari waktu subuh sampai zuhur. Itulah Islam, diperintahkan sholat dan seterusnya. Saya nggak panjangkan riwayatnya. Jadi kata Nabi SAW, ini boleh diterusin lagi kan? Ini apa? Ustaz Muhammad, dia tahu aja. Tadinya lagi ngebohongin. Baik. Baginda Rasulullah SAW akan menjadi
lagi kalau nggak bayaran begitu. Kita orang susah. Ini kan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika aradallahu bi'abdin khairan." Jika Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan menurut Allah, bukan kebaikan menurut kita. Ada masalah. Saya kira mau kawin lah. Kita enak ngobrol sama gue ya. Kalau kakak mah ada bercanda begini, yang nggak mau orang Bandung. Biar pengertian dan boleh dilanjut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika aradallahu bi'abdin khairan." Jika Allah menghendaki seorang hamba itu baik, takaran baik menurut Allah, bukan menurut kita. Sekarang orang lagi mencari kebaikan, apalagi caleg. Apa yang kita mau dikasih? Benar begitu? Itu kan kebaikan. Kebaikan ada yang dikehendaki itu bukan kebaikan. Allah betapa tulusnya kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita luar biasa tanpa pamrih. Karena Allah Maha Kaya sehingga tidak butuh balasan kita. Jika Allah menghendaki satu kebaikan, fatawaffahu ya alal Islam, maka Allah akan matikan kita dalam agama Islam. Jadi orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan matikan dalam keadaan Islam. Artinya ketika agama ini diturunkan, yaitu agama Islam, itulah cara Allah untuk kalian menjadi orang baik. Tadi dikatakan kita lahir dalam keadaan suci, alat pensucinya adalah agama Islam. Makanya kita tadi katakan Rabbina billahi rabban wa bil islami Islam. Kita ridho kepada agamanya Allah. Yang mana agama Allah itu sebagai alat pencuci kita. Dari mulai kita ambil balik sampai kita kembali kepada Allah dengan berkah agama Islam. Rasulullah katakan tadi, jika Allah menghendaki kita menjadi baik, Allah akan matikan kita dalam agama Islam. Ya Allah, maka terima Islam. Mati dalam Islam. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya mungkin Islam sampai kepada kita kalau tidak ada pemandunya. Makanya Allah pilihkan dari jumlah triliunan manusia, Allah pilihkan 124.000 nabi dan rasul. Maka Allah pilihkan satu yang terbaik dari jumlah triliunan yang diperkecil oleh Allah menjadi 124.000, yaitu para nabi dan rasul 313. Yang terbaik di antara mereka adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Diserahkan agama Allah, caranya Allah untuk mensucikan hamba Allah melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pemandu, sebagai orang yang mampu mensosialisasikan agama Allah. Dialah satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga layak sekali kita mengatakan Rabbina billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin. Dengan 3 syarat ini, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kelamaan lagi kelihatannya terus bikin sekarang mudas. Ya, saya nggak tega juga lihat bijinya kepada diri. Boleh koplak, orang kalau lapar bijinya koplak. Ini kalau bicara pagi, kalau nggak ada perempuan. Kalau ada yang mengatakan sama sifatnya dalam urusan perempuan, hancurlah dunia. Oh gitu, jangan kita dengarkan presiden tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rabbi as-sabirin ij'alni waqdi hajati ya Samad wal ilma warzuqni i'taraftu bijahli kasiral ba'dil ilmi waqtali futur al-arifin Allahu Rabbi wa bil Mustafa Rasuli ya Allah balligh maqasidi waghfir li dhunubi wa khati'ati wa liman ahabbani wa ashrah li sadri wa yassir umuri bi karamati walidayya waqdi hajati bi karamati walidayya waqdi hajati ya Allah Tuhanku orang yang sabar jadikanku luluskan hajatku dan ketentuan berilah aku selalu aku mengaku
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyah. Amin. Allah yaj'alna awladana banatina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina wa man ahabbana wa sa'adana wa man ahsana ilayna wal muslimin min ibadillahi salihin النافعين للإسلام والمسلمين الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna hamdan wa majdan. Allahumma arzuqna hamdan wa majdan. Allahumma arzuqna hamdan wa majdan. Wa innahu la hamda illa fi fi'al wa la majda illa bina bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu minna. اللهم اعطنا رضاك في الدنيا والاخره واختم لنا بالسعاده والسعاده والمغفره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وانظر اليهم بعين الرحمه كلما كانوا ينظروننا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman As-Segar, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman As-Segar. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dikabul semua hajat dan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita dengarkan yaitu sambutan dari pimpinan Majelis Taklim Rawdatul Haddad Al-Habib As-Sayyid Al-Ustaz Faisal bin Agil Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kebun tanding yang udah. Belum? Oh, belum kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini, siang ini dalam keadaan cerah, enggak panas juga enggak hujan. Kalau waktu hari Jumat hujan rada-rada ketakutan gitu. Tapi ternyata memang ngabisin saking sama minggu ini, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan hujan ataupun panas mudah-mudahan jadi rahmat buat kita semua. Tidak ada bencana, tidak ada sesuatu kesusahan buat negeri kita. Terima kasih banyak. Segalanya semuanya tanpa saya sebutkan satu persatu atas kehadiran kalian semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penerimaan, jamuan dan sebagainya ada kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh segenap panitia, kemudian para donatur, juga tetangga-tetangga kita, baik yang muslim atau non-muslim yang telah memberikan tempat, telah membantu. Mudah-mudahan semuanya dapat daripada apa yang dihajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, pas lagi. Ini. Sudah? Kemudian siap-siap ya akan dilakukan. Untuk itu sebelum
ditutup, kita nganggap dulu, boleh nggak? Boleh. Makan dapat habis cilok dari depan, insya Allah pengajian. Ada somai, ada es, insya Allah. Ya makan semuanya, insya Allah. Nanggapnya 1000. Udah aja, bersidah, baca bersidah. Habis bersidah tutup, habis bersidah selesai. Bikin sop 4 masukin ke depan biar enak, nanti dibagikan ke kuli, insya Allah cukup, tidak kurang ya. Kalau kurang nanti minta aja ke panitia beli nasi goreng. Ya buat itu aja, karena sebesar-besarnya di sini ada pengajian setiap malam Rabu. Malam Rabu ada pengajian fikih setiap malam Rabu. Kemudian pengajian mingguan, pengajian bulanan setiap hari Minggu pertama di awal bulan. Jam 1 siang maulid serta penghuluran. Dan ada juga pengajian buat anak-anak yang kalian lihat semua, ya ada baca Quran, kemudian ada pembelajaran fikih, hafalan dan sebagainya seperti para pendahulu. Aku sama dosa dan mengambil salah sore. Oh iya, hari Kamis sore buat pengajian itu khusus mak-mak. Jadi yang lakinya bininya mau nikah lagi, ya bini menikah lagi, laki menikah lagi, bininya suruh ngajar bininya. Ya istilahnya ngajar setiap Kamis sore. Ya jam 4 khusus buat perempuan. Kalau laki mau pakai jilbab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya والرجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih acara kita dari awal sampai akhir telah selesai. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang pantas mohon dibuka maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah tidak ada yang pulang dulu, bikin sab kita sama-sama makan siang bersama. Kepada guru dan ustaz dipersilakan ada pengajian di dalam. Para jemaah dibikin satu kelompok 4 orang. Kalau 4 orang mau bagiin kulinya dirapin jadi satu makan untuk orang. Tadi karena hujan jadi agak rapat aja. Agak rapat. Jadi geser nih orang. Kalau geser enak kalau nyaman itu bisa sebelahnya. Panitia untuk ngasih kebulinya yang depan belum ada nih panitia. Tolong. Kalau panitia estafet dong, panitia estafet biar rapi, jadi nggak ini. Tolong panitia ada di tengah-tengah, panitia tolong ada di tengah, panitia di tengah. Sini.